يا صباح الخير، يا صباح العافية، يا صباح السعادة، يا صباح الجمال. شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. نخليها هنا يم السنفلاور. هاي زهرة السنفلاور، هاي زهرة، هاي ما تكبر. حبايبي اليوم أنا راح أخذكم وياي على دنيا ثانية. شلون؟ خليكم ويانا، مكان كلش راح يعجبكم إن شاء الله. اليوم احنا راح نطلع من ولاية ميشيغان وراح نروح على ولاية أوهايو. ولاية أوهايو كلش حلوة وبيها شلالات وبيها حدائق وبيها باركات وكل شي جميل راح نشوفه هناك. بس احنا رايحين على مكان خاص في ولاية أوهايو، فأبقوا يا حبايبي لأن هذا الفيديو راح تستفيدون منها وراح يعجبكم إن شاء الله، وأكيد راح تستمتعون ويانا ويا الأجواء اللي راح أشاركها وياكم. يلا ويانا، يلا نقول بسم الله ونتوكل على الله. يعني اليوم لبست الأخضر لأن رايحين على مكان كلش حلو. شوفوا جمال السنفلاور. ايش رايكم بهاي الألوان الصيفية الحلوة، الأخضر ويا الأبيض؟ يلا نروح. خلي أحكي لكم شوية عن المكان وإحنا وين رايحين بالضبط. طبعا قلت لكم إنه إحنا رايحين على ولاية أوهايو. ولاية أوهايو تبعد عن ولاية ميشيغان تقريبا 3 ساعات، وحسب المنطقة اللي إحنا راح نروح عليها. والمنطقة اللي إحنا راح نروح عليها اليوم اسمها هاربور ستيت بارك في ولاية أوهايو. طبعا قبل ما نطلع لهذا المكان احنا عملنا سيرش أنا وابني على هذا المكان، ودورنا على هواية أماكن في ولاية أوهايو للتخييم. طلع هذا المكان أحلى مكان وأجمل مكان احنا راح نروح عليها في ولاية أوهايو. منتزه كلش كبير وكلش حلو وكلش راقي بصراحة. مساحته تقريبا 1831 فدان، وهي تقع على بحيرة آري وفيها أماكن ترفيهية كلش حلوة، ويمكن للزوار الاستمتاع بركوب القوارب وصيد الأسماك والسباحة والتنزه والتخييم، وخاصة لعشاق الطبيعة. وأيضا يمكننا مشاهدة طيور جميلة على ضفاف هذه الأنهار، وأيضا حيوانات برية موجودة في الأراضي الرطبة الخلابة بالمنتزه. وأيضا توجد فعاليات كثيرة في هذا المنتزه، يمكن ركوب الدراجة وتذهب بدراجتك حول المنتزه لاستكشاف أماكن جميلة فيها والطبيعة الهادئة والصور الجميلة التي سوف تشاهدها في المنتزه. طبعا وأجمل شيء في الصباح عندما تستيقظ على أصوات العصافير، والعصافير كلها يمك وداير مداير الخيمة مالتك. وأيضا يوجد بحر كلش كبير في هذا المنتزه. إن شاء الله بس نوصل بالسلامة راح أصور لكم وأشارك وياكم كل اللحظات الجميلة والأشياء الجميلة الموجودة في هذا المنتزه. طبعا حبايبي انتوا تعرفون انه اني من محبي الطبيعة، اموت بالطبيعة، كلش احب الطبيعة. يعني راحة نفسية، تنطيك طاقة ايجابية، تنطيك روح ثانية، تنطيك نشاط. شوفوا جمال الطريق ما شاء الله. الطريق قصة، يعني الطريق كلش حلو صراحة، ما يمنملها. يعني ما أدري إحنا شلون وصلنا، تقريبا إحنا يمكن وصلنا ما بقى شيء. وهذا المنتزه أنا اخترته لأنه هو منتزه عائلي بصراحة. يا أبو فارس وين رايحين اليوم؟ والله على هذا الطريق اللي انتي دليتيني يا كامبينج. قضينا ليلة ليلتين إن شاء الله هنا. أحلى تجربة راح بالطبيعة. تكون.
احلى تجربة راح تكون ان شاء الله. طبعا احنا خيم اليوم. احنا رايحين على الكامبينج، التخييم. هاي الأول مرة، هاي التجربة راح نسويها إن شاء الله. تسهيل من رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. هاي احنا هسه وصلنا على ولاية أوهايو. شوفوا جمال الولاية ما شاء الله. هاي احنا هسه دخلنا منطقة التخييم. شوفوا جمال الطريق ما شاء الله، مكان حلو. It's called 81, no. Okay. Have you been here before? No, honestly. When you arrive at your campsite, there's going to be a white tag and a yellow tag on the post. The white tag stays on the post. The yellow tag is for the rearview mirror of your vehicle. The yellow for the vehicle? Yes, sir. All right. Thank you so much. Thank you. you. يلا. طبعا احنا حاجزين قبل يمكن شهر هيجي، بس هم ياخذون المعلومات والاسم هتعرفون انه هو هذا الشخص اللي حجز. شوفوا هاي كلها كامبينج تخييم، عالم جاية مسوية تخييم، اجواء حلوة. شوفوا هاي حلو. ذكرني بالعراق نوروز، احتفالات نوروز. شوفوا هاي السيارات كلها مال تخييم، خاص مال تخييم كامبينج. حلو. شوفوا الهدوء ما شاء الله، العالم كلش هواية موجودة، ومع ذلك هدوء بالمنطقة. وين رايحين؟ نايمين شنو؟ ودعت الدنيا. خط الزر يلا. كل واحد مسوي الخيمة مالته وقاعد ما شاء الله. شوفوا الأجواء بين هاي الأشجار الحلوة والطبيعة الجميلة. بصراحة الواحد لازم يغير جوه، لازم يجي للطبيعة. ما شاء الله. هاي أول مرة احنا نجي للتخييم، وإن شاء الله راح نقضي أوقات حلوة وانتو ويانا. شوفوا الخيام، ذكرني بالعراق والله، نوروز. هذا مكان. بدينا نطلع الغرار. هسه راح نفتح الخيمة مالتنا. هاي الخيمة الحلوة، هاي راح تكون مكان الخيمة مالتنا. هذا خيمة الجيران. شوفوا الجوارين. هاج كذا هارياتهم تزي خلاص بت. You want me to start hooking them up? Yeah, just put them hooks over there. That's what they're blocking. بسم الله. بچه دره خوب بکر چمو بچک ما. هذا ابني بعد
يفتح الخيمة مالته. وهاي احنا همينا هنا. أنا راح أساعدك، يلا افتح. خلاص يوا it's done. لو مش وزير أكتر ما ياخذ يفكر. هاي خيمة تبني. يلا بعد راح نخلص إن شاء الله. هاي خيمتنا احنا وابني صرنا جار. بعدنا متواصلين في العمل. شوفوا شنو جبت وياي. هاي. بس انا اتخيل ابي اشتغل هنا. بس ارخص طبعا. ببلندت بتوصل. ابني ده يقول عندنا اغلاط، هو راح يصحح الاغلاط اللي سويناها انا وابو فارس. هاي مو اغلاط، هاي نواقص ما عرفت وين تروح هذه. هاي بس الواجهه نواقص الواجهه. صح. يعني سويناها صح هسه انا وانت؟ مضبوطه، هاي بس شان واجهه باقي. هاي الحديده مالت الواجهه مالت مثل البوابه صارت هذه. بس دخلنا هذا الشيش من جوا عشان يدخل. شوف انت شوف الفتحه مالته. هذا بابني رسيتي. كره ما تبي دوف ما بت. لا بحر هاي البيرة. This is nice. You have bed. Yeah, it's got a little hole in it. We have to go get electric tape. Nice your house. Yeah. We got this when we went last time to شوفوا ابني. ابني جايب هذا. شو يسموها؟ يخلوا بيها هواء. يصير سرير متنقل. حلو. مال كامبينج. خلينا هاي الميزات كونتاكت وذ باث. هنا عندنا فاير بليس، وهم يمنا اكو وحدة ثانية. يعني بكل منطقة اكو بيها فاير بليس وميز هيجي. خلي هذا يم البيت. نخلي هذا الفانوس الحلو هنا يم البيت مالتي، يم البيت مالتنا. شلون هاي افكاري حلوه مو؟ ركا. Which one you want? You want one? No? No, thank you. I do want مش ده ممكن يجري. ترى كرم. في حالة هو بيتم. هذا بني بفرس سلام. We're gonna need two.
There one. بابا أبو فارس خذ لك هاي، تعبت هواية، هذا بعد التعب. طمعينا هذه ام الربع كانت هاي بالعراق. كل الزنا هاي أم الربع، إيش بيها يعني أم الربع؟ ها؟ بس هنا إيش بيها؟ هنا ماكو ام الربع. فاينلي احنا خلصنا هسه، واخيرا خل اراويكم بيتنا الحلو. يعني شلون رتبتها من الباب. طبعا خلي نفوت رجلنا اليمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. خليت هاي الزولية هنا، وهنا عندي الترمس مال الثلج، هذا هم مال ثلج. هاي بيها أجبان وهاي بيها مي، خليت بيها مي. وهم عندي واحد ثانية بالسيارة هي بيها لحم، هاي شغلات. وهنا المطبخ مالتي. لا تضحكون على المطبخ اليوم، المطبخ اليوم هوسة. طبعا السيارة ما كان بيها مكان يعني حتى أخلي بيها فد كومودينة صغيرة أو مجرات حتى يكون المكان هنا مرتب. ما قدرت يعني أجيب فد مجر ونخليها بالسيارة. السيارة كانت فول. فشوفوا هذا المطبخ، وأنا مال نومة جايبة فرشات ومخدات، بس بعدها بالسيارة راح ننزلها إن شاء الله. وأنا شباك هذا ينفتح وهذا كله ينفتح، بس أعتقد إنه اليوم راح تمطر همينة، فخلينا المظلة كلها هيك. وياته مشمش. وهذا الفاير بليس مالتنا. هسه راح نسوي الغداء مالتنا. أنا مسوية الدولمة. أكيد الدولمة ما راح تمر من عندي، لازم دولمة بتشول وهيك طلعات. لازم الدولمة تكون ويانا، سيدة المائدة هي. وراح نسوي سمك مشوي والكباب والتكة إن شاء الله. كونوا ويانا وشوفوا هاي الأجواء الحلوة. وهذا جيراننا هم عندهم كلب، جايبين كلب مالتهم. يلا هم خوش للحراسة. هنا خليت الشموع، وهذا اللي يشتغل على الطاقة الشمسية. يعني بالليل راح كلها تصير أنوار أضوية. وهنا الشباب جابوا لنا الحطب. يلا فورز ما قريبك. شنيتك راح تطلع؟ تفضل. يعني شوفوا هذا الكباب. دوباره وریم چند لک داره. بدور ما ندارم. ایران ها کم باگیری بیشتر. سوينا كباب. عن الأجواء فوق الخيال، ما أقول لكم عن الأجواء هنا. خلينا نرتب الميز، نجهز المائدة لأن كلش جوعانين.
هنا عندنا الكباب، سوينا التكة وياها السمك المشوي. هنا عندنا السمك المشوي. نجي وقت راس خوش صحات خوش خذ قهوة توا. هلا بخذ كارم ما حميد نوصل. خليت كل الأكل عنا هسه، التكة والسمك والكباب والخضروات. سويت سلطة، هيات السلطة مالتي. سويت هاي السلطات. بعد خليها خليها تستوي بعد. يا بدك تحترق. ما راح تحترق، خليها اوفى هسه. هاي السمك ما شاء الله. شوفوا الأجواء. خلي الرئيس الله يطول عمره. بسم الله. عاشت ايدك والله. وإيدك. هاي بعد شيشين. ربي يزيد يكفي؟ ويبارك. بعد باقي ربي شيشة. يزيد ويبارك. الباقي باليد. بسم الله. شلون ضل ما تخبل ويا هاي الأجواء الحلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هاي السفرة الحلوة اللي سويتها أني، طبعا أني وبمساعدة أبو فارس والأولاد والجنة. يلا تفضلوا ويانا وسهمكم بالعافية. ايش رايكم هيجي سفرة هاي الأكلات الطيبة؟ عندنا هنا التكة والكباب أنا سويتها، والدولمة بالبيت أنا سويتها. طبعا ما صورت لكم أي شي بالليل، كنت كلش مشغولة. وهنا السمك المشوي وهاي السلطات الطيبة. وتفضلوا ويانا حبايبي، بصراحة مكانكم خالي، يا ريتكم ويانا. الأجواء فتشي يعني ما أقول لكم عن الأجواء، مش قد ما أقول لكم الأجواء ما تنوصف بصراحة. مطرت قاعدة تمطر. هذا بيتنا، هسه ندخل البيت. سامعين المطر؟ شوفوا الأجواء مطرت، أحلى أجواء كامبينج بالمطر.
أجواء تخبل. بسم الله. هاي أحلى شاي بالكامبينج بالتخييم في أجواء المطرية، وأحلى مطر مطرة اليوم. أبو فارس هذا كيرت تدوش نخرة. اي والله عشت ايدك. هذا شكل. اي والله عشت ايدك. صح. ورزقته. قد يمشوا لبينينا. افلايتي تهبط. لو كذا كثير تهبط. سامعين صوت المطر؟ ما شاء الله، راحة نفسية. قاعدة تمطر صار لها ساعتين يمكن. طبعا النهار عندنا كلش طويل، هسه الساعة 9:30 وبعدها ما مظلمة ما شاء الله، بالعشرة تظلم. فهسه راح عالق الشموع، نسوي جو حلو ويا المطر. عجبتكم أفكاري؟ ما شاء الله. بدأت تظلم هسه شوية شوية. شوفوا بيتي الحلو ما شاء الله. وهذا بيت فارس ابني يمنا بصفنا، والبارك مليان عالم، مليان عالم. طبعا بالصيف دائما، يعني بكل صيف الأمريكيين هواية يحبون الكامبينج، مو مثلنا يعني. احنا يمكن مو متعودين بصراحة هاي أول مرة أنا أسوي كامبينج تخييم يعني كنت كلش حابة أسويها قبل، بس ما صارت عندي فرصة. واليوم أني مو ندمانة أبدا أني جيت على الكامبينج، كلش حبيت الموضوع كلش حلو صراحة. يعني يستحق الواحد يغير جو يطلع من جو البيت والعمل والشغل كل شيء عوفه، فت يوم كامل يبقى بالطبيعة. يعني المناظر تستحق، يعني الجو يستحق، الأجواء تستحق. ما شاء الله. شوفوا لي هسه اللايت اشتغل، هذا اللايت شايفين
هذا اللايت أنا جبته من البيت يشتغل على الطاقة الشمسية. فنصيحة من عندي، سووا لكم وقت وطلعوا أي مكان يعجبكم روحوا عليه وغيروا جو، سووا كامبينج. أكو هم يعني بلدكم وين ما أنتوا تكونوا أكو مناطق حلوة للكامبينج، خاصة في المناطق الشمالية اللي بيها جبال شلالات وخضار وهاي الشغلات. طبعا أكو هم بحيرة هنا بس تأخرنا والجو تأخر فما راح نروح على البحيرة بالليل. إن شاء الله الصبح راح نطلع على البحيرة. راح أصور لكم باكر فيديو جديد فلوق جديد إن شاء الله. ما شاء الله والله بصراحة هاي اللحظة تسوى الدنيا كلها باللي فيها. هاي اللحظة يعني صدق أني ما تندمت اليوم أني جيت على هذا المكان ويا أولادي وابني فارس وياي وكان الحمد لله. خلينا نشوف القعدة هنا يم بيت ابني فارس. هاي جايز. ورحمة الله وبركاته، ورجعنا وياكم مع قناة شو اسم قناتك؟ أم فارس. قناة أم فارس. قناة أم فارس. اليوم جايين كامبينج أنا وأمي وأبي وزوجتي وأخي وأم وأختي الصغيرة والجو مسوين نار والعائلة كلها. ايه اي والله. شو تقول للمتابعين؟ تقول لهم يسوون كامبينج مثلنا حلوة؟ أكيد لازم الواحد الأجواء حلوة مو؟ لازم الواحد يبدل جو ويغير ضروري. جو يعني ضروري. يس يا سلاورس حوالن برس اوا جارا کادی امو هینو ویدیو کادی یا دیکا فارسی گهشتنا ای دی ویدیو دا دیکا فارسی هم دیان زینا کمپینگ و هر وکین بینن جواک بارانه و ناگره هلگریه و طبعا دیکا فارسی هم که تقصیر نکرد کباب شکل بینو ترکت شکل بینو ایپراخ و تشتت يعني ما هندي خوري وصحات خد بت بيجي ما من بوكيت شكل يعني ناشم بلد أنا إيش وجبك دي موية صعدوا زي شبه هيك شبه صحات بت خدوها بهلد راستي وجاكي خوشة يعني قالك دار كافيت قالوا كي خيزان يعني من خوش بير بكت السروش تاكي هو صار جان ده قال خوشة والله يعني خوش ترنين جبري جبري چنده جاكي واقول تواقول قال خوشة. طبعا هذا ابني فارس كريمنا كريم فارس زي ما ظن حاب يسلم عليك يعني دائما يسأل عن المتابعين فحاب يسلم عليكم اليوم ويوصيكم تروحون الكامبينج تسوون كامبينج. حسنا سنتفق وسنعود بعد قليل. بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. يكسر نكت كده اوش خوه لا بوش خلاص بس هيك بس ديورا بيجي بسطح هناك الديورا بده حبايبي لهنا وصلنا لختام هذا الفيديو لهذا اليوم. أتمنى فيديو اليوم عجبكم ونال رضاكم استمتعتوا ويانا.
هاي الأجواء الحلوة وهذا الطقس الجميل. استمتعتوا ويانا في التخييم اليوم. شوفتكم أجواء التخييم، شلون نسوي تخييم وشلون نمشي أمورنا وإحنا بنص الغابة، ماكو كهرباء، ماكو انترنت، الخدمات كلها ماكو. أعتقد بس أكو باثروم، يعني تكرم المرافق الصحية موجودة قريبة منا. هذا فقط الموجود في الكامبينج. فهيك يوم مميز، يعني خلينا شلون نتعايش ويا هاي الأجواء بدون كهرباء، بدون مي، بدون نت، فقط انت بالطبيعة. أحلى شيء. نلتقي على خير إن شاء الله في فيديو جديد ويوم جديد من يوميات أم فارس في أمريكا. بايبي، لا تنسون تسوون مشاركة للفيديو ويا أحبابكم وأهلكم وكل ناسكم وكل معارفكم، حتى عائلتنا تكبر بعد وأسوي لكم فيديوهات أجمل. ما شاء الله هم مطرت. حلوة الأجواء بصراحة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. Gavata çu ser highway Toronto sen bovo burada kayıtın gala ser şunu tutay amaz bakıp gelmoya abonu kam ama kırayım ben. شايفين البيت بالظلمة يمه.